يا مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. طبعا احنا نزلنا فيديو امبارح كنا بنتكلم على ان حمدي نزل لنا صورة ان هو في المستشفى، وطبعا كلنا قلقنا وكلنا قعدنا نقول كده ايه وفاء عملت معاه الجلاشة. بس طبعا لما قعدت بصيت في الصورة كويس قوي 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 قوي، لقيت فيه اخطاء كتير وضحت ان الصورة دي متاخدة فوتوشوب كده هو عاملها. وطبعا حمدي ما شاء الله يعني في المونتاج وفي الصورة المصغرة وفي الحاجات دي لا يعلى عليه. فأول حاجة في غلطات في الرقبة، في غلطات في ايديه. بينت ان هو يعني عامل ومركب ايديه ومركب رقبته على جسم حد نايم في العناية او في المستشفى. خضتنا عليك يا عم حمدي. خلتنا نقوله وظلمنا وفاء وقلنا كلته ولا بلعته ولا عملت فيه ايه. بس لما قعدت وركزنا في الصور، لقيت ان فيها فوتوشوب. طبعا الناس كانوا بيقولوا ان دي مش ايد حمدي، لا هي ايد حمدي، ان هو في فيديو تاني هي ايد حمدي وكل حاجة ومتصور وحاطط كالونة. ويقال برضو ان الكالونة انا معرفش هل الكالونة محطوطة صح ولا لا، بس في ناس كتير بتقول ان الكالونة محطوطة بطريقة غلط. بس ما تفرقش، يعني انا اللي يفرق ان حمدي ايديه هي يعني هو عمل على اساس يتقن الموضوع ان دي صورة حقيقية. بس طبعا في حاجات تفاصيل صغيرة للناس اللي هم قوي يعني اقوية الملاحظة ياخدوا بالهم ان هي مش ايده، ان هي ايده بس هو قاصص. يعني بصوا ان هو من ناحية ما بيلبس الساعة مقصوصة اسود وفيه ظل اسود. ايديه الشمال من هنا برضو محطوط فيه ظل روز زي ما انتوا شايفين، وظل اسود برضو من فوق الايد. تمام، فهو قاصص ايده بس ما قصش حلو، ما قصتش حلو، القصه طلعت منك بايظه شويه يا عم حمدي. فقص ايده وركبها على خلفيه لونها سماوي. لان الغطا اللي هو المفروض ده غطا هو متغطي بيه، الغطا مش كامل كده. يعني بصوا هنا الغطا مش كامل من ناحية الشمال، ولو تركزوا اكتر من ناحية الغطا برضو هتلاقوا ايديه مقصوصة ومحطوطة عامل خلفية لايديه. لان الغطا المفروض يغطيك كلك، انت كأنك حاضن مخدة، كأنك حاطط مخدة على صدرك يا حمدي وحاضنها. والغطا مش بيبقى مزجزج من ناحية الشمال كده ومتساوي من ناحية اليمين ومرسوم على الجسم. يعني الغطا من عند الجسم هنا كأنه مرسوم منحوت، كأنك عامل عملية نحت يا عم حمدي. تمام. هنا اهوت، وهنا برضو بصوا لما قربت لكم هنا اهي مزجزجه من هنا كده. دي طبعا دي حاجه يعني باينه قوي قوي ان ايه، يعني الحمد لله ان احنا اطمنا عليك. يعني احنا قلنا الحمد لله ان ايه، ان طلع ده فوتوشوب وان طلع ده كلام كده وخلاص، ما طلعش حاجه وحشه لا قدر الله ان تكون وفاء عملت معاك الجلاشه. فالحمد لله ان انت بخير، دي اهم حاجه عندنا يعني. وطبعا احنا مش معنى الكلام ده ان احنا بنكره حمدي وفاء او بنقول مثلا غلطات ان احنا بقى بص يلا بقى وامسك الراجل من رقبته. لا 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 خالص خالص خالص. بمناسبة رقبته تحسوا ان هو الراس متركبة على القميص اللي هو لابسه بتاع المستشفى من الشمال خالص كده، في عب كده، فهو مركب الرقبة ومقصصها بزجزاج. هي المفروض ما تتقصش بزجزاج، المفروض تقصها دايرة. لان القميص ده بيبقى دايرة، تمام، مش بيبقى مزجزج كده. ف يعني هو برضو ركب الرقبة. خضتنا يا عم حمدي. احنا كنا نتمنى يعني احنا مستنين الجزء الثالث ده بفارغ الصبر يعني. ففي حاجات كتير وقعت منه، الايد، الغطا اللي هو متغطي بيه، الرقبه بص متركبه يعني. تحسوا ان الصدر بالرقبه عاليين عن الجسم اللي محطوط. يعني حاجه عاليه كده، مش مثلا جوه الرقبة، مش جوه القميص، لا الرقبة على القميص ومتركبة عليها وعالية عليها. تمام. انا يعني شفت الحاجات ديت، اول حاجة اطمنت، وثانيا ده مش اول ولا اخر مرة ان حمدي يتقن عمله كده بالطريقة دي.
هو بس يعني بيحب يعمل نوع من انواع الاثاره والسسبنس للمتابعين، اللي هو بصوا شوفوا الدنيا ايه ده، انا في حصل حاجه غير متوقعه، بص الايد هنا من بعيد باينه قوي انها متركبه، والله اعلم دي بقيت ايده ولا لا. يعني هو برضو انا حاولت اركز فيها ما عرفتش اطلع فيها اخطاء بصراحه. كتفه ما عرفتش، مع ان حمدي مش عريض قوي كده، بس ممكن يكون ده القميص. ممكن يعني احنا في انتظار الجزء الثالث، ما تأخرش علينا عم حمدي، اقوم اخد دواء البرد. يلا سلام عليكم.